يلا بينا النهارده هنحضر سوا فول التدميس. هنعمله بطريقه سهله جدا ومبسطه وما فيهاش اي افتكاسات خالص. هنشوف ازاي يطلع معاكي دايب وزبده كده من الاخر. بصوا الحلاوه مع شويه بقى تحابيش كده وبهاراتك الحلوه يا ست الكل، وهتوديه في حته تانية خالص. بجد الفول زبده من الاخر. الاول لو مش عارفاني انا اسمي رنا، لو عجبك الفيديو لايك وشير وما تنسيش تشتركي في القناه. رهيب. ما تنسيش تعملي سيف للوصفة دي. شوية بقى من الطحينة وشوية من الزيت وبهاراتك الحلوة يا ست الكل. يلا بينا نشوف هنحضره ازاي سوا. يلا نقول بسم الله. اول حاجة انا جبت نص كيلو فول تدميس. اهم حاجة ان الحبة تبقى البيضة دي. نقعته ليلة كاملة. وكوباية فول مدشوش برضو نقعتها ليلة كاملة. قبل ما اشتغل واعمل الوصفة غسلته كويس جدا من مية النقع. وبعدين نزلت عليه بنص كوباية من العدس الأصفر، وعليه معلقتين كبار من الرز. هقلب كله مع بعضه بالشكل ده. وعلى النار في الناحية التانية أنا كنت بغلي مية، جايبة مية سخنة وبغليها جامد، وهنزل عليه بمعلقة كبيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من البابريكا. قلبي كويس بالشكل ده. حضري بقى الفوالة بتاعتك وابتدي. لو الكمية عندك كبيرة أنا قسمتهم هنا على فوالتين. أهم حاجة تسيبي فيها مسافة كويسة كده علشان ياخد راحته ويغلي كويس. بصي بقى، هتنزلي عليه بمية مغلية. اهم حاجة ان المية تبقى مغلية. وبعدين هتسيبي فيه شوية مسافة كده زي ما قلنا عشان ياخد ويدي براحته. هتحطيه على النار، على نار عالية الاول. بعدين لما يهدى خالص اديله بس غلوة كده ووطي عليه النار زي الشمعة. تمام. وكل ما المية تقل زوديله مية، بس مية مغلية كمان. وتغطيه كويس جدا. لو ما عندكيش غطا غطيه كده بأي ورق ألمونيوم. الوصفة بتاعت النهاردة خلصت، وبالهنا والشفا مقدما. باي باي.